ناكل اكل صحي بقى، اللي مالوش في الاكل الصحي كمل تقليب. دي صفحه بتعمل اكل صحي في بورسعيد بكواليتي عاليه، اسمهم فيت فير كيتشن. بعتوا لنا الاكل ده عشان نقول راينا فيه. اولا الباكجينج بتاعهم ممتاز، دي الكفرز اللي جايه مع الوجبات، كل كفر جواه منديل وشوكه وسكينه ومعلقه، وجاي مع كل وجبه علبه مخلل فيها زيتون وخيار مخلل. دي شوربه خضار، ودي سلطه يوناني. ما شاء الله الكميه حلوه قوي، دي لوحدها تنفع وجبة مشبعة. سلطة خضراء، خس وخيار وطماطم وذرة، عليهم جبنة وزيت زيتون، طعمها جامد جدا. نخش على الوجبات دي. أول واحدة سجق بدبس الرمان، جاي معاها 3 رغيفة عيش، علبة كبيرة زي ما قلت. البورشنز كلها حلوة في الوجبات، معاها ذرة حلوة وبطاطس ويدجز وخضار سوتيه. البطاطس معمولة في الفرن غالبا، مش مقلية لأن أكل صحي بقى. عليها زعتر، طعمها حلو وخفيفة. الخضار اعتقد ان هو مستوي بالبخار، لان هو مستوي كويس بس في نفس الوقت مش مهري، وعجبني ان هو خفيف خالص. ملحه قليل او تقريبا يمكن ما فيهوش ملح، وانت براحتك بقى لو عايز تضيف ملح براحتك. السجق بقى خطير، بقى لي فتره ما اكلتش سجق ممتاز بره البيت بالطعم ده، تتبيلته خطيره جدا. وده مش الستايل اللبناني بتاع سجق دبس الرمان اللي هو المزه ده، مختلف شويه، بيجي معاه شويه خضار وصوص، وتقريبا بيحطوا دبس الرمان على الصوص ده، بيبقى خفيف شويه. الوجبة دي جامدة جدا. تاني وجبة فراخ بالزعتر، معاها خضار سوتيه ورز بسمتي، قطعة مشروم فريش وذرة حلوة، وخضار فلفل الوان بقى وبصل وقرنين فلفل حار مشويين. الفلفل الاخضر كان حراق، الاحمر كان مولع مش حراق. الفراخ شريحتين من الصدر، حجمهم كويس، تتبيلتهم هاديه خالص، فراخ نظيفه وطريه بس اوفر كوكد شويه. رز بسمتي خفيف برضو تقريبا متساوي بالبخار، وهنا الرز قليل شويه عشان في كميه بروتين وخضار كبيره، فالوجبه متوازنه ومشبعه جدا. تالت واخر وجبه بيف ستروجانوف، هنا كميه الرز اكبر عشان مفيش خضار او بطاطس ويدجز. اللحمه شرايح رفيعه، قطعيه حلوه وطريه، معاها مشروم. الصوص بتاعها غامق شويه، انا بحب الصوص بتاع الاستروجانوف يبقى افتح شويه، يعني يبقى فيه هيفي كريم او حاجات زي كده عشان يكسر الحدوقيه بتاعه الصوص. لو اتعمل كده مع شويه مشروم فريش هتبقى احسن بكتير. ترتيب الوجبات عندي زي ما عرضتهم كده، السجق كان احسن حاجه عجبتني، وبعد كده الفراخ، واخر حاجه البيف. الاكل في المجمل ممتاز، كواليتي عاليه، كميات كبيره، وفي المنيو مكتوب بالسعرات بتاعت كل وجبه. هما شغالين اونلاين، تقدر تطلبهم عن طريق الاتصال او الواتساب على نفس الرقم ده، وموجودين كمان على طلبات اعتقد. مش عارف لو عندهم اشتراكات شهريه هتبقى حلوه برضو. انا فاكر في السعوديه الاماكن اللي بتعمل وجبات نفس الستايل ده كان عندهم اشتراكات شهريه، تدفع مبلغ في الشهر مقابل وجبه بتجيلك كل يوم لمده مثلا 5 أو 6 ايام اللي هي ايام العمل. يبعتوا لك وجبه مختلفه كل يوم، اكل صحي بكواليتي عاليه، عشان تريح نفسك من حيره كل يوم هناكل ايه والكلام ده. ده زي ما قلت بيستهدف الناس اللي في اماكن شغلهم، ومش عارف لو عندهم الاختيار ده هتبقى حاجه كويسه. بس دي كانت تجربه فيت فير كيتشن. سلام.